السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيلم جديد. كيبدا فيلمنا مع دانيال اللي تم الاعتقال ديالو بسبب عمليات النصب والاحتيال وحتى السرقه، وحكمت عليه المحكمه ب4 سنين ديال السجن. واليوم هو يوم اطلاق سراحه، مشى خدا حوايجو من عند الحارس وخرج من السجن. وفي الليل قاد الحاله ومشى لملها ليلي اللي كان خدام فيه واحد من المعارف ديالو واللي كان سميتو فرانك، وسولو على راستي. تما فرانك قال لي بلي راستي كيدرب بعض الاشخاص من الطبقه الغنيه على المراهنه، ودانيال مشى لعند المجموعه اللي كيدربها راستي وكان معاهم حتى راستي. وقدر دانيال يقنع راستي باش ينضم ليه حيت عنده واحد الخطه جديده واللي غادا تكون سرقه العمر، وقال لي انهم غادي يسرقوا اكبر خزنه في لاس فيغاس اللي كيتجمعوا فيها الارباح ديال اشهر 3 الكازينوات في لاس فيغاس. وشاف حتى الرسم التخطيطي ديال هاد الخزنه اللي كان ديال تيري بينيديك واللي معروف عليه كيقتل اي واحد كيسرق منه شي درهم، وعرفوا باللي خاصهم على الاقل فريق مكون من 12 عضو باش ينفذوا هاد العمليه. وفكروا يمشوا لعند اهم شخص واللي كان سميتو روبن اللي غادي يمول لهم هاد العمليه، حنت روبن من اعداء تيري بينيديك، ولكن روبن رفض يقدم لهم المساعده حيت كان عارف الحراسه المشدده اللي كاينه في الكازينوات واللي كتجعل السرقه فيهم مستحيله تماما. وبدا كيعاود ليهم على انجح سرقه دازت في كازينوات لاس فيغاس لواحد الشخص اللي قدر يخرج وهو هاز في يديه اكثر من 10 مليون دولار، ولكن غير قطع الطريق طلقوا عليه الحراس النار وقتلوه. ثم ناض دانيال وراستي باش يمشوا في حالهم، ومن باب الفضول سولهم روبن على الكازينو اللي ناويين يسرقوا. تما قال ليه دانيال باللي باغي يسرقوا 3 الكازينوات، بيلاجيو وميرا وام جي جراند. وتيري عرف ان هاد الكازينوات ديال تيري بينيديك واللي عنده عداوه كبيره معاه حيت خدا لي كازينو ديالو بالقوه، ودابا غادي يفجروا باش يدير في بلاصتو مطعم راقي. وبسبب العداوه اللي بين روبن وبينيديك وافق روبن يمول لهم هاد العمليه. وهنا بداو كيجمعوا المجموعه اللي غادي تشارك معاهم في هاد العمليه. واول شخص كان هو فرانكي اللي غادي ينتقل باش يخدم في كازينو بيلاجيو، والعضو الثاني والثالث في المجموعه كانوا هما التوأم مالوي اللي غادي يتكفلوا بمهمه القياده. واما الشخص الرابع كان هو ليفينغستون خبير البرمجه والالكترونيات، والعضو الخامس هو باتشر خبير المتفجرات واللي تم الاعتقال ديالو بسبب عمليه سرقه فاشله. ولكن راستي قدر يتدخل وانتحل شخصيه متحرم الاف بي اي وقدر يهرب باتشر من هاد الورطه. والسادس عضو كان هو البهلوان الصيني ايان. وسابع شخص هو سول راجل كبير في العمر وتقاعد من عمليات السرقه، ولكن قرر يرجع بسبب الحصه الكبيره اللي غادي تجي من هاد العمليه. والشخص الاخير كان شاب صغير سميتو لاينوس وكيتعتبر امهرلس كاين في ولايه شيكاغو. ودانيال خلى ليه في جيبو بطاقه فيها البلاصه اللي غادي يتلاقاو فيها، وقدر دانيال يقنعو ينضم ليهم في هاد العمليه. وفي الليل جمعوا في الدار ديال روبن باش يناقشوا العمليه وخطه السرقه، وعرفوا انهم غادي يسرقوا اكبر 3 الكازينوات في لاس فيغاس واللي كيتجمعوا كاع الارباح ديالهم في خزنه بيلاجيو. وهاد الخزنه تحت الارض وعندها غير مدخل واحد اللي كيوصل ليها. والمشكل الكبير ان هاد الخزنه مزوده باحدث نظام امني في العالم، والرموز السريه ديال البوابات كتبدل كل 12 ساعه، وحتى المصعد اللي كيوصل للخزنه كيخدم غير بالبصمه ومستحيل تزور هاد البصمه. وقدام الباب كاينين 2 حراس مسلحين، وحتى فكره انهم يحفروا نفق باش يوصلوا للخزنه غير ممكنه حيت المبنى مزود بنظام تحسس كيراقب الارض المحيطه بالكازينوات. واحسن خبر سمعوه اعضاء المجموعه هو انه في نهايه هذا الاسبوع غادي يكون في خزنه فيلاجيو اكثر من 150 مليون دولار بسبب المقابله اللي غادي تكون في الكازينو بين بطلي العالم في رياضه الملاكمه، وغادي يتم قسمه هذه الاموال بيناتهم بالتساوي. واول مهمه بدات بها المجموعه هي الاستطلاع وجمع المعلومات على الحراس ويلقوا اسرع المخارج من هذه الكازينوات. وثاني مهمه يقطعوا الكهرباء، وباتشر هو اللي كلفوه بهذه المهمه. وثالث حاجه يخترقوا نظام المراقبه واللي كلفوا بها ليفينغستون وقدر يركب جهاز الاختراق في كاميرات المراقبه. واخر مهمه يبنيوا نسخه طبق الاصل على خزنه فيلاجيو، وكلفوا لاينوس يراقب التحركات ديال بينيديك ويجمع عليه كاع المعلومات. والسول غادي يتنكر على انه رجل اعمال روسي واللي كان معروف كيتاجر في الاسلحه وسميتو زيرغا. وعرفوا ان بينيديك كيعرف الكبيره والصغيره في الكازينوات ديالو وكيجي كل نهار الكازينو ديالو حتى ل3 ديال النهار. وفي 7:30 ديال الليل كياخذ الرموز جديده ديال البوابات. وكانت عنده الصديقه ديالو اللي مكلفها بالمتحف وكيعاملها حتى هي معامله رسميه داخل الكازينو وسميتها تيس. وتيس كانت هي الطليقه ديال دانيال. راستي غير شاف تيس جا عند دانيال وطلب منه ما يخلطش ما بين المسائل العائليه والاعمال ديالهم باش الخطه تنجح ويسرقوا الخزنه. وقدر سول يتلاقى مع بينيديك وقال لي انه في نهايه الاسبوع غادي تجي عنده واحد الشنطه اللي فيها مجوهرات
ثمينه بزاف وطلب منه يحط ليه في الخزنه الرئيسيه وفي المقابل غادي يعطيه $1,000,000. وبالفعل بينيديك وافق ودانيال تلاقى بتيس اللي كانت كتسنى في بينيديك في المطعم وغير شاف دانيال طلبات منه يمشي حتى لقاته وبدات حياه جديده مع بينيديك ولكن دانيال طلب منها ترجع معاه حتى تبدل ووعدها باللي غادي يدير اللي في جهده باش يفرحها ولكن تيس كانت رافضه تماما ترجع لدانيال. تما جا بينيديك وسلم على دانيال وطلب من دانيال ما يبقاش يجي للكازينو ديالو حيت غادي يكون مراقبه والحراس ديما تابعينه. كملوا العصابه الخزنه اللي كتشبه الخزنه فيلاجيو وبدا البهلوان يان كيتدرب يخرج من الخزنه ويوصل لباب الخزنه بلا ما يقيس الارض وبالفعل قدر ينجح ولكن تما جا عندهم وقال لهم انه ملي بغى يقطع الكهرباء لقى مجموعه ديال العمال في المنطقه واعمال الصيانه غادي تستمر لمده 15 يوم 24 ساعه على 24 ساعه والحل الوحيد اللي عندهم دابا هو يجيبوا آلة سميتها الموصل اللي كتلعب دور القنبله بدون انفجار وكتسبب غير في ذبذبات مغناطيسيه اللي كتقطع الكهرباء لمده 30 ثانيه ولكن كاين غير موصل واحد اللي يقدر يقطع الضوء على مدينه كبيره بحال لاس فيغاس واللي كان في معهد كاليفورنيا للعلوم المتطوره. وبالفعل مشات المجموعه باش تسرقوا وقدرت المجموعه تسرقوا وتهرب قبل ما يشدوهم رجال الامن. وملي رجعوا المجموعه للدار ديال روبن عرفوا ان بينيديك حط دانيال تحت المراقبه وغير غادي يدخل الكازينو غادي يجوا ليه الحراس وقرروا يستبعدوه باش يكملوا المهمه. ولاينوس هو اللي غادي يقوم بالدور ديال دانيال وبداو يدربوا في لاينوس كيفاش يمثل على انه شخص من لجنه القمار وكان الكازينو عامر بالمتفرجين في المقابله اللي غادي تكون ما بين بطلي العالم في الملاكمه. وحتى الحقيبه السريه ديال زيرغا وصلت وكان معاه بينيديك ومشاو باش يحطوها في الخزنه الرئيسيه وفي طريقهم بينيديك شاف دانيال وطلب من الحراس يراقبوه وعطى زيرغا الحقيبه ديالو لمدير الكازينو باش يديها للخزنه المانعه وبقى هو يراقب من كاميرات المراقبه. وغير خرج بينيديك وخذ الوراق اللي فيهم الارقام السريه مشى لعندو لاينوس وقال لي انه من لجنه المراقبه وجا باش يحقق مع باتريك وينتخبى في خزنه الاموال اللي غادي تدخل الخزنه الرئيسيه. دانيال في هذا الوقت تلاقى بتيس وقال لها انه جاي يودعها وملي كان غادي في حاله وجاو لعنده جوج حراس وقالوا لي ان بينيديك كيتسنى فيه. اما لاينوس مشى مع باتريك وبينيديك باش يبداو التحقيق وبان ان باتريك متورط في الغش في العاب القمار وبدا باتريك كيمثل انه غادي يضرب لاينوس وفي هذيك اللحظه قدر يسرق بطاقه المرور ديال بينيديك. وحتى الاخوين مالوي قدروا يقنعوا الحارس يدخل خزنه الاموال اللي فيها يان الخزنه الرئيسيه وحتى سول كان مراقب الحقيبه ديالو اللي كانت غاده حتى هي للخزنه الرئيسيه. تما ليفينغستون عطى الاشاره لباتشر باش يقطع الكهرباء على مدينه لاس فيغاس ولاينوس ظاهر انه نسى جهاز الاتصال ديالو في الغرفه وبينيديك سمح ليه يرجع بوحده باش ياخذ الجهاز. تما لاينوس استغل الفرصه ومشى للمصعد ونزل فيه. اما دانيال دخلوا ليه واحد الشخص باش يعاقبه وما عمره باقي يرجع يدخل الكازينو بيلاجيو. وهاد الغرفه اللي فيها دانيال ما كانوش فيها كاميرات المراقبه ولكن هاد الشخص كان صاحب دانيال وساعده باش يطلع في فتحه التهويه وبقى هو كيمثل انه كيضرب في دانيال. وغير شاف زيرغا ان الحقيبه ديالو وصلت للخزنه الرئيسيه الظاهر باللي جاتو ازمه قلبيه وطلبوا طبيب يجي يشوف حاله زيرغا. وفي نفس الوقت كان بينيديك مشى لعند تيس اللي كانت عند الحلبه باش يتفرجوا في مقابله القرن وغير بغى لاينوس يطلع فوق المصعد لقى دانيال كيتسنى فيه. الشيء اللي صدمه حيت كان كيظن ان دانيال خارج الخطه. ساعدوا دانيال باش يطلع فوق المصعد ولبسوا المعدات اللي غادي ينزلوا بها وكان راستي هو اللي انتحل شخصيه الطبيب ومشى لعند زيرغا باش يشوف ماله وقال لهم انه مات بسبب ازمه قلبيه. وغير قطع باتشر الكهرباء على مدينه لاس فيغاس باستعمال الموصل. نزل دانيال ولاينوس قبل ما يرجع يخدم نظام الحمايه وملي رجعت الكهرباء كانت الفوضى في حلبة الملاكمة والكازينو كامل ترون. وملي بغيان يخرج من صندوق الأموال كانت من فوق حقيبة زيرغا وقدر يشدها في آخر لحظة قبل ما تطيح وتقيس الأرض. ودانيال لاح منوم على الحراس وغير فقدوا الوعي ديالهم حزم ليهم يديهم ورجليهم ومشى باش يعطي إشارة ليان على أنهم وصلوا. يان هز البلوراش من الحقيبة اللي كانوا في الحقيقة قنابل وقدر يوصل لباب الخزنة بلا ما يقيس الأرض ولصق القنابل في البوابه ديال الخزنه وفجر دانيال القنابل وقدروا يفتحوا الباب ديال الخزنه. ويان كان مخبي من هذا الانفجار وبداو بثلاثه بيهم كيجمعوا الاموال اللي كانت في خزنه فيلاجيو وباقي الفريق كان كيراقبهم. اما راستي اتصل بالتليفون اللي داروا دانيال في جيب تيس وغير جاوبات تيس طلب منها راستي تعطي التليفون لبينيديك وقال لي انه كيتعرض دابا للسرقه. مشى بينيديك لغرفه المراقبه وشاف ان كل شيء طبيعي ولكن تصدم ملي عرضوا ليه العصابه
ابرغ لقطات الكاميرا الحصريه، حيت كاميرات المراقبه كانت كتعرض ليه غير تسجيل سابق. تفكرت ان دانيال هو اللي يمكن دار ليها التليفون في الجيب ديالها ملي بغى يودعها، وخرجت تقلب عليه في الكازينو. راستي طلب من دانيال يا اما يعطيهم 80 مليون دولار ويخليو ليه 80 مليون دولار، والا غادي يفجروا ال 180 مليون دولار كامله. وتيس قدرت تلقى راستي وعرفت انه متورط في هذه العمليه، وسولته على دانيال. قال لها راستي انه بخير وكيطلب منك تمشي للغرفه ديالك وتخدمي التلفازه. اما بينيديك اتصل بالتدخل السريع وقال لهم على عمليه السطو اللي واقعه في الكازينو ديالو، وطلب من راستي يقول له الشروط باش يقسموا الاموال. راستي قال بينيديك يعطيهم 3 الحراس من عنده يحطوا الفلوس في الطوموبيل اللي كانت واقفه عند باب الكازينو، وهدوا في حاله تعطلوا غادي يفجروا المال اللي باقي في الخزنه، وفي حاله قرب اي شخص من السائق غادي يفجروا الاموال كلها. وغير تحركات الطوموبيل تبعوها الرجال ديال دانيال. وفي نفس الوقت فرقه التدخل السريع وصلت وهبطوا لبلاصه الخزنه وطلبوا من بينيديكت يقطع الكهرباء في الخزنه باش ينفذوا هجوم مفاجئ على اللصوص اللي في الخزنه. وبالفعل بينيديكت قطع الكهرباء وبدا يسمع صوت اطلاق النار، وملي شعلوا الضوء شافوا ان الاموال اللي في الخزنه تفجرات، وحتى الطوموبيل اللي كانت هز الاموال وقفات وحاصروها رجال بينيديك. وغير حلوا الباب لقوا انها تم التحكم بها عن بعد، واللي كان سايقها رجل آلي. وملي فجروا العصابه الاموال اللي فيها لقوا انها مجرد اموال مزوره. بينيديك غير سمع هذا الخبر جرى على فرقه التدخل السريع من الخزنه وسول مدير الكازينو واش كيشوف في ارضيه الخزنه كلمه بيلاجيو، ولكن المدير اكد لي انها ما كايناش. تم عرف بينيديك انهم كانوا كيتفرجوا في عمليه سرقه مسجله في خزنه طبق الاصل خزنه بيلاجيو، وفرقه التدخل السريع كانوا هم اعضاء الفريق ومخرجين الاموال اللي معاهم بلا ما يشك فيهم حتى واحد. وملي نزلوا وطفاو الضوء في الخزنه داروا الاموال اللي غادي يسرقوها في الحقائب. تما بينيديك مشى للغرفه اللي فيها دانيال ولقى انه رجع للغرفه ومازال كيضرب فيه بيل، وسولوا بينيديك واش عنده دخل في هاد السرقه اللي وقعت. تما دانيال نكر تماما انه عنده علم بهذا الشيء اللي وقع. اما تيس جاها اتصال اللي طلب منها تخدم التلفازه وتفرج، وغير خدمات التلفازه شافت دانيال كيهضر مع بينيديك وعرض عليه يرجع ليه الاموال ديالو وفي المقابل يتخلى على تيس. وبالفعل بينيديك وافق، ولكن دانيال كان غير كيضحك عليه. ونزلت تيس باش تمشي في حالها وقررت تنفصل على بينيديك وترجع مع دانيال، والمجموعه كانوا فرحانين بالانجاز ديالهم. وتيس اعتذرت لدانيال قبل ما يدوه رجال الشرطه للسجن. ومن بعد 4 اشهر خرج دانيال وكان راستي كيتسنى فيه ومعاه حتى تيس. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساش تجيمو ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم الجاي ان شاء الله.